السلام عليكم. فيديو جديد النهارده هنتكلم فيه عن ازاي ان احنا نشتغل بالرولة. بص، هو الفيديو النهارده مفيهوش شرح كتير، بس الهدف منه ان انت تشوف بطريقة عملية حد شغال بالرولة. طبعا، انا مش عايزك تستعجل لو انت بتتفرج على الفيديو، او لو حتى ست بيت وعايزه تدهن اوضه او صاله او ايا كان. يعني بلاش نستعجل في فكرة الفيديو. عايزك تبص وتاخد راحتك، لان كتر النظر ده هو ده اللي هيعلمك. ما تستسهلش الموضوع. اول حاجه نحتاجها الرولة، ودي انا شرحتها قبل كده ازاي نختار رولة مناسبة. رولة كبيرة ورولة صغيرة. لو انا بادئ الرولة الصغيرة علشان نعمل بيها الحاجات اللي حول المفاتيح، الزوايا الضيقة، والرولة الكبيرة علشان خاطر نعمل بيها بقى الحيطة. هنحتاج حتة فرش تحتينا كده بعد ما نخلص كل حاجة، وزانة، ممكن ايد مقش او ايا كان. وزي ما انت شايف كده هنبل الرولة بالراحة. الضغطة تكون ضغطة متوسطة، لا بنضغط جامد ولا ضغط خفيف خالص. يعني احنا عايزين برضو اللي في الرولة يطلع على الحيطة. تمام. بنوزع رولة جنب رولة كده علشان نشبع الحيطة. تمام. تاخد بالك من نقطة بقى. نوع البلاستيك اللي انا شغال بيه ده كان بلاستيك قابل للغسيل، وده كان وش تاني. وش تاني ده يعني كان الحيطة اتشبعت من الوش الاولاني، فالبلاستيك معايا بيفرد حتة زي دي حوالي 2 متر. لو تاخد بالك من دي، من الباب لحد الحيطة حوالي 2 متر، فده بفرده عادي. لكن لو انت اول وش ما تفردش المساحة دي كلها، يعني مثلا كل 50 سنتي تفردهم، ترجع تمسهم تاني. افرد 50 سنتي وارجع امسهم تاني. في الوش التاني ممكن نفرد بقى متر، متر ونص، وارجع امسهم. ده انا بتكلم علشان تكسب وقت. تمام. زي ما انت شايف كده، واحدة واحدة. الموضوع مش صعب خالص يعني انا حاولتش اجري الفيديو، لان الفيديو ده مش محتاج ان انا اجريه. لازم انت تشوف واحدة واحدة، او تشوف واحدة واحدة انا شغال ازاي. حاول المسة الأخيرة تكون خفيفة، إيدك خفيفة عليها، مش ضاغط. احنا بقى ايه، بنوحد الحباية وحباية الرولة عشان ما تبقاش عشوائية. بنوحدها. المسة الأخيرة دي بتكون خفيفة، يا دوب انت ساند الرولة بس، وهي طالعة ونازلة. وزي ما فهمتك، الكمية اللي هتفردها تفرد كمية مناسبة. لو وش أولاني ما تفردش أكتر من 50 سنتي، وتمسهم مع بعض. وش تاني مسهم متر، متر ونص، مفيش مشكلة. الرولة الصغيرة هتكون للزوايا والحتت الضيقة حوالين المفاتيح والكلام ده. طبعا الفرش ده علشان موضوع النظافة. يعني انت برضه هنسيبك ان الأرض مش نظيفة، احنا بنعرف. يعني بنعرف ننظف بسهولة، غيرك انت عشان تسهل على نفسك حاول تفرش أحسن. ودي طبعا عشان لقيت تراب على الوزرة كده، فكان لازم انا اشيله. شوف زي ما انت شايف اهو. واحدة واحدة وهكذا. طبعا قلت لك ان الوش ده وش تاني، فالبلاستيك بياخد وقت لحد ما يشد. فطبعا لازم افرد كمية مناسبة عشان مش هفضل واقف جنبها. وهتستمر بالطريقة دي. وللمرة التانية بقولك ما تستسهلش. طول ما انت بتشوف، احنا حتى لما كنا بنتعلم كده يعني، طول ما انت بتشوف الحاجة بتحصل قدامك، ده بيفرق معاك، بيتخزن جوه دماغك. فلما بتيجي تشتغل بتشتغل بالطريقة دي. فكون انت تستعجل وتقول لا الموضوع سهل، لا هو مش سهل خالص على فكرة. هو ده يعني سهل ممتنع. عشان ايدك تاخد عليه لازم تاخد وقت. شوف، فرقت لي انا حوالي متر ونص. ارجع بقى في امسهم اوحدهم مع بعض. يعني دي تاني مسة، وبيحصل بعد كده مسة تالتة ان انا اوحد الحباية. لو لقيت الجنب لسه فيه رمي عليه بلاستيك كتير ولا حاجة، امسه مسة تالتة. اهم حاجة ان المسة الاخيرة
او ان انا امشي الرولة اسمها مسة دي، الرولة الاخيرة تكون ناعمة وهادية، يعني مش سريعة ومش ضاغط، امشيها حاجة خفيفة خالص وبالراحة علشان البلاستيك ما يخشنش معايا. هنا كنت رامي بلاستيك كتير شوية، فاضطريت ان انا امس مسة تانية خفيفة كده. وده غالبا باختصار هو شغل الرولة يعني ان شاء الله. لو حد عنده سؤال او عنده موضوع فيديو حابب ان احنا نعمله، انا برضو تحت امرك، اكتب لي في الكومنتات او ابعت لي في اي مكان، سواء على فيسبوك او على تيك توك، الواتساب ارقام بتكون موجودة. عندك فيديو او حاجة عايز تتعلمها او موضوع عايز نتكلم فيه، ابعت لي وانا اكيد هعمله لك ان شاء الله. بس كده، نتقابل في فيديو جديد. سلام.